هالوقت شفتوا بعد ما سخنة سخنة. مرحبا، يعطيكم العافية. خزنا وفرزنا لشهر رمضان، وضايلنا الكبة ومحشي ورق العنب والملفوف واللفت كمان. عشان تتعرفوا على الطريقة خليكم معايا عشان تشوفوا وتعرفوا كيف حنخزنهم. يلا بينا نذكر نبينا ونبدأ. بسم الله. هالوقت أول إشي أنا حبدأ فيه إني حطلعت الملفوف واللفت من الفريزر. اللفت والملفوف أنا خزنته معاكم، ورق اللفت والملفوف شايفين كيف خزنتهم متلجين. تمام. انا طلعت كميه ححشيها وححطها في محشيه وخالصه في رمضان، بس علي يعني في الفريزر، بس حطلعها واطبخها. وفي كمان انا حاعمل ورق عنب. شايفين ورق العنب ما احلاه؟ شايفين كيف ورقته لسه ضايله خضره ما احلاها. تمام. شايفين كيف وطريه؟ شوفوا كيف الورقه طريه. شايفين اهي؟ شايفين معايا انا كيف بخزن ورق العنب؟ انا بخزنه بميه وملح. انا بحط في المرطبان ميه وملح، بالبيضه برضو كمان بعمله، وبغسل ورق العنب وبصفه فوق بعضه وبحطه فيه، وبضل عندي سنه كامله من موسم العنب للعنب بضلوا عندي. شايفين كيف شكله ما احلاه؟ بس بطلعه بسلقه زي ما بتسلق الورق العنب العادي، بسلقه وبس خلاص. شايفين معايا؟ لما يجي اوان ورق العنب ان شاء الله هخزن ورق عنب واورجيكم طريقتي في الخزين. شايفين معايا كيف شكله؟ شايفين ضايل زي ما هو، صح؟ زي ما هو كتير مزبط ولذيذ. طيب هالوقت مسافة ما انا احط الملفوف والمية، احطهم في الملفوف واللفت، ححطهم في المية في اكياسهم، بس حعمل التتبيلة وحيكونوا هم فكين وحبدأ احشي. تمام. وبعدين حورجيكم كيف انا ححطهم في باكيتات واحطهم بالفريزر. هالوقت للتتبيلة زي كل مرة زي ما انتوا عارفين، بس انا حبيت اورجيكم. رز مصري مغسول، عليه 3 معالق كبيرة زيت نباتي او 4 معالق تقريبا، فلفل اسود، بهارات، كزبرة، شوية كركم اصفر. طبعا النعناع الناشف بديك طعم كده رهيب ولذيذ كتير كتير. النعناع الناشف كتير زاكي. بهار طعام، ملح. حطيت قطعتين ماجي كسرتهم بالسكينة وحطيتهم عليه، يعني كل هذه التوابل اللي انتوا عارفينها. هلوت انا حنزل بباقي الاغراض. البصل انا عامله كميه كبيره لان انا ححشي كتير. بقدونس، شايفين معايا؟ انتوا عارفين انا هعمل ملفوف ولفت وورق عنب وهخزنهم لرمضان. بنفع؟ بنفع يا ساتر. هتشوفوا كيف. تمام. ادي كل المكونات حطيتهم على بعض. فالوقت انا هخلطهم. في هذا الوقت زي ما ورجيتكم انا حطيت ورق العنب على النار ينسلق، واللفت والملفوف حطيتهم بميه علشان يفكوا. مش هيطولوا، مش هياخدوا معايا وقت ابدا، مش هياخدوا وقت طويل ابدا ابدا. شايفين معايا؟ يا سلام على الريحه، يا سلام، الله الله. وشايفين الالوان؟ بقدونس وبندوره وقرن فلفل اخضر وبصل ونعناع ناشف والتوابل وزيت نباتي. يا سلام يا سلام. هلوقتي شايفين معايا؟ شايفين كيف لفيت ورق اللفت والملفوف وورق العنب؟ شايفين ما احلى اللفته؟ شايفين ورق اللفت؟ قلت لكم عليه كتير لذيذ وزاكي. وشوفوا هيني بعد ما خزنته بالفريزر برضو كمان ضايل متماسك وشكله تمام التمام. شايفين ورق اللفت؟ هذا اللي خزنته، هذا اللي خزنته معاكم ورق في الفريزر. تمام. وهي الملفوف برضو كمان خزنته معاكم بالفريزر. شايفين كيف؟ تمام التمام ولا بصير له اشي. وهذا ورق العنب اللي قلت لكم عليه. شايفين ما احلى الورقه؟ شايفين كيف طريه؟ شايفين ولا بتتكسر ولا اشي. خزنتها بميه وملح. هالوقت انا خلصت محشي اللفت وورق العنب وملفوف. انا عندي باكيتات، انا مش هحطهم في علب تبرويه لانه هياخدوا حيز الباكيت. لا مش هياخد حيز، هيكون اهون لي. تمام. انا حاجه احط
شايفين كيف؟ هحط اللفت، هحطه هرصه كله جنب بعضه قديش انا محتاجه، هحطه جنب بعضه. شايفين؟ شايفين معايا؟ هحط الكميه اللي انا عايزاها، هحطها كلها جنب بعض. تمام. تمام. انا هعمل كله. هورجيكم الوقت. شايفين معايا؟ اهو هلف عليها الباكت. شايفين كده؟ شايفين هيك؟ هدخلها الفريزر وحسيبها في الفريزر، مش هيصير لها ولا اشي. لين اليوم اللي بدي استخدمها فيه بطلعها وبحطها في الطنجرة، وبحط عليها الملح والكمون والتتبيلة بتاعتها، وبركبها بشكل طبيعي. تمام. انا هعمل كله واورجيكم. شايفين معايا كده اهو؟ اهو بكتت كده. هاي حطيت كله بباكيتات، وهي اللفت وهي الملفوف. قد ما بدك بتطلعي وبتطبخي وبتاكلي. بتحب عاد هذه الكميه، بتحبي تضيفي عليها، بتعملي اكتر بتعملي اقل، هذا شيء رجع لك. هتقولوا لي ممكن ينهري، ممكن يخرب، هيظبط مش هيظبط. انا مش هورجيكم اياه من غير تجربه. وانا الي سنوات وانا بعمل هاي الحركه، وبالذات في رمضان. عارفين شغل رمضان وطبيخ رمضان ما شاء الله. الله يجيبه علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير وصحة وسلامة إن شاء الله رب العالمين. فمرات بكون عندنا وقت ما عندناش وقت، فبلاقيه جاهز بطلعه على طول وبطبخه، أو بكون كأكلة جانبية جنب الأكل، يعني حاجة كده بسيطة. شايفين معايا؟ تمام. أنا هخلص كل الكمية بهذا الشكل وأحطه بالفريزر. هحطه بالفريزر كده فوق بعضه. شايفين معايا كده؟ هيتجمد طبعا، وانت على حسب الوسع اللي عندك هتحطيه وهتكملي. تمام. ادي ورق عنب ملفوف لفت، وصحة وعافية. هلوقت لعمل الكبة بحتاج كاسة، تنتين ونص، كاستين ونص برغل ناعم. شايفين معايا؟ ناعم مش خشن. كاستين ونص برغل ناعم بنفس الحجم، نفس حجم الكاسة هاي. انا هحط 3 كاسات مية سخنة، مية سخنة كتير تكون. ادي كاسة واحدة، 2، 3. انا قلت لكم 3، لا هم 3 ونص. 3 كاسات ونص مية سخنة، مية سخنة كتير. هحرك كل هاي المكونات، مش مكونات، هي المية والبرغل. هحركهم منيح منيح عشان اتأكد انه البرغل الداخل، المية اتدخلت في كل البرغل اللي معايا، يتشربوا كله. بعد ما حركته انا كده تمام التمام خلاص. انا هغطيه واسيبه لمدة ساعة كاملة. هسيبه لمدة ساعة كاملة مغطى ومحطوط في مكان دافي، وبعد الساعة تعالوا نكمل ونشوف ايش هنعمل. تمام. تمام. طيب هالوقت لحشوة الكبة بحتاج بصلتين كبار مقطعين صغير، وبحتاج كفتة او لحمة ناعمة، وبحتاج البهارات اللي هحطهم ملح وسماق ناعم وفلفل اسود وشوية قرفة وشوية زنجبيل وشوية كزبرة ناعمة. سوري. هالوقت انا حاطه زيت نباتي وسايباه يسخن على النار. هالوقت بس يسخن الزيت النباتي انا حنزل اول اشي بالبصل. انا ما بدي اياه يتحمر، انا بس بدي اياه يدبل شويه، يدبل معايا. شايفين كيف صارت معايا؟ كيف دبل البصل؟ هالوقت انا حنزل باللحمه الناعمه. شايفين؟ حتى لو استخدمتيها كفته اللي محطوط لها بصل
ومحطوط لها بقدونس برضو كمان بتزبط. هاي يفضل، لكن برضو بتزبط، برضو لذيذة وزاكية. اوطي عليها النار وابدأ اشوحها كلها لحد ما تستوي معايا. شايفين معايا؟ تمام. انا بس بدي هادي عشان اعرف اتملكها. اذا كنتوا اول مره بتتابعوني في القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واضغطوا اللايك عشان يوصلكوا كل جديد من قناه دانات ام كمال. شايفين معايا؟ بدأ يتغير لونها كده. تمام. هلوقتي شوفوا معايا، هحط الملح والسماق كل البهار اللي طلعتهم والكزبرة الناشفة والزنجبيل وشوية فلفل اسود. شايفين معايا؟ هحرك هاي الاشياء ببعض. بس خلاص، هي الكفتة بتشم من نار شم، يعني ما بتاخدش وقت كبير. بس خلاص كده تتداخل كل المكونات ببعض. وبس خلاص هنخليها تبرد، هسيبها تبرد وهبدأ في عجينة الكبة. تعالوا سوا نشوف مع بعض كيف عجينة الكبة راح نعملها. هالوقت تشوفوا معايا، شفتوا كيف بعد مرور ساعة كاملة؟ شفتوا كيف صار؟ تمام. شايفين كيف كله تشرب المية؟ تحسيه صار اهو. شايفين معايا؟ بس لسه برضو حيتجمد. طب هالوقت انا ايش حضيف له؟ انا حضيف له اهو طحين، 4 معالق طحين. هحط له بطاطا، حبتين بطاطا مثلا او حبة بطاطا كبيرة. تمام. حبتين بطاطا وسط انا حطيت، او اما حبة بطاطا كبيرة. كل هذه الاشياء انا هخلطها مع بعض وابدأ اعجن فيه. ابدأ اعجنها. شايفين معايا؟ هبدأ اعجن كل هذه الاشياء لحد ما يتماسك معايا ويتداخل ببعضه. مش حياخد وقت ابدا ابدا، مش حياخد وقت. وسهلة ان شاء الله تعالى حتستسهليها لانها متشربة مية منيح منيح. والبرغل برغل ناعم، ما تجيبيه برغل خشن، لا جيبيه برغل ناعم. مادام كبة من غير ماكينة يبقى بدك برغل ناعم. تمام. تمام. شايفين كيف اهو كله كله ببدأ اعمل فيه لحد ما يتداخل ببعضه. هالوقت انا عجنتها. شايفين معايا؟ انا عجنتها شوية. هالوقت انا حضيف لها شوية بهارات، معلقة فلفل، معلقة ملح كبيرة، شوية فلفل اسود، فلفل شطة، معلقة بابريكا. تمام. هرجع اعجنها مرة تانية. هعجنها لحديت ما تتماسك معايا وتبطل تلزق في الايد. اذا لقيتوها ناشفة ومحتاجة شوية مية زيدي لها بالمعلقة اسفة، مية سخنة كتير تكون، بس بالمعلقة ما تضيف كتير كتير لانه السماق الناعم تشرب بالمية. فلو انت ضفتي كمية كبيرة ممكن ان هي تفرط معاكي. فبالمعلقة بتزيدي معلقة معلقة، حبة حبة، زين، لحد ما تتشكل معاك وتتكون عجينة متماسكة. شايفين؟ هي بدأت تتشكل معايا برضو، بس لازم انعمها كمان شوية واخليها تتداخل في بعض. شايفين معايا؟ ما تقلقوش منها. وجود البطاطا ووجود النشا هيديها طعم زاكي. البطاطا هتديها قرشة وتديها طعم زاكي، ولانها مش مطحونة في البكنة فالبطاطا والنشا هيمسكوها. وما تقلقيش من الطعم، هيكون رهيب رهيب وزاكي كتير كتير. هتعجبكم ان شاء الله. بس اعجنيها كويس في البداية. بس هنا شوية هتتغلبوا فيها، مش غلبة، لكن هنا الشغل الاكتر في طريقة عجينها.
انك هتعجنيها شوية زيادة. هالوقت شايفين معايا؟ شايفين كيف صارت؟ شايفين ما بتلزقش لحد ما تصل للمرحلة اللي ما تلزقش في ايدك. شايفين اهو؟ ها شايفين؟ هاي نعملها كورة كمان ما بتلزق، ما فيش ولا اشي. هذه معناها انه انا وصلت للمرحلة التمام. احتاجت معايا 3 معالق مية سخنة، بس 3 معالق مية سخنة. وانا نسيت اقولكم انه انا هحط لها نص معلقة كبيرة كمون. تمام؟ انا عشان حطيتها فلازم اقولكم بامانة كل اشي بشتغله. حطيت لها نص معلقة كمون كبيرة. طيب هالوقت انا حبدأ عشان اهون علي الوقت، انا حبدأ اعملها كور. شايفين معايا؟ هعملها كور وعشان لما استخدمها تكون جاهزة معايا وخالصة. شايفين اهو؟ هعمل كل الكمية بهذا الشكل، بعدين ابدأ اعملها على شكل الكبة اللي احنا عارفينه ونحشيها بالكفتة تاعتنا. شايفين اهو؟ ان شاء الله حتجربوها والطريقة كتير حتعجبكم، كتير لذيذة وكتير طيبة. كبة من غير لحمة، كبة من غير هبرة. اللحمة عبارة عن الحشوة الداخلية بس، اما من برا لا مش محتاجة، بس بالبرغل، بس برغل. ان شاء الله حتعجبكم وحتنال استحسانكم وحتجربوها وتقولوا يا ريت من زمان تعلمنا الطريقة. البطاطا ما تخافيش منها، مش هتعمل لك اي اشي، بالعكس هتخليها تقرقش وتديك طعم لذيذ ورهيب كتير كتير وزاكي. انا هعملها هحشيها وحفرزنها بالفريزر. اذا كنتي ناويه تقلي الكبه وقتي تعمليها وتقليها وقتي، قصدي بعد ما تحشيها وتحطيها بالفريزر لمده ربع ساعه، لمده لا تقل من ربع ساعه عشان تمسك نفسها. بتحبي تقليها على طول اقليها على طول، بس لو اتقطعت معاكي اعرف انه هي لا، خلينا احطها بالفريزر ربع ساعه. هذا لو ناويه تقليها، لو ناويه تقليها على طول، يعني انك تعمليها وتقليها على طول. تحت الفريزر يفضل من الفريزر للمقلاية على طول، ما تستناش، لانه لو استنيت عليها انها تطرى او تدوب لا هتتفتفت معاكي. انت تقولي هي مجمدة كتير خليها تطرى شوية اطلعها من برا قبل ما اجهز حالي واجهز اكلي. لا، كوني عاملة حسابك انه خلاص انت هالوقت نويتي تاكلي وبدك اياها تاكليها سخنة، هي زاكية في كل احوالها سخنة وباردة، بس نويتي تاكليها هالوقت او بعد فترة طلعيها من الفريزر وعلى المقلاية على طول، ما تستنيش عليها ابدا ابدا. حابة تنجح معاك الكبة بدك تشتغلي بهاي الطريقة. شايفين ما شاء الله؟ كاستين ونص سميد بتعمل لي كمية محترمة، كمية حلوة كتير، كمية منيحة بتكفيني. انا هعملها وافرزنها وفي رمضان هطلعها مقبلات جنب الاكل، اطلع على قد الكمية اللي بدي اياها واقليها على طول على القلي، مش هستنى عليه. شايفين معايا؟ ولا اشي لزق. شايفين كيف نظيفة؟ ولا في اشي يلزق ولا اشي يدبق معاكي ابدا ابدا. لو لقيتيها بتلزق معاكي او لقيتيها انه هي لما تعمليها حتفسخ يعني حتتفتح، هذا معناها بدك تعيدي عجنها مرة تانية وتزيدي لها بالمعلقة مية سخنة، معلقة او تعجنيها وتشوفي كيف حتزبط معاكي. اما طول ما هي كده تمام تمام التمام. شايفين معايا؟ شايفين؟ يا ريتكم شامين. يلا نكمل، يلا نكمل. طيب هالوقت خلصنا الكبة، هاي الكفتة اللي عملناها مع بعض بردت وصارت ممتازة. هالوقت عندي حبة الكبة، انا همسكها، لو بدك شغل بايدك هعملها شوية كده بالطول، وبعدين هدخل اصبعي فيها وابدأ الف باصبعي، وانا بلف بتطرى معايا. شايفين؟ شايفين كيف؟ شايفين كيف فتحت اهو؟ شايفين معايا كيف صارت؟ هالوقت انا هحشيها لحمة، هحط فيها لحمة. معلومة، اذا بتحب تحطي فيها فستق او تحطي فيها عين جمل او تحطي فيها لوز ممكن تحطيه، بس كله تكسريه وتحطيه فيها. لكن انا وهذا لما تكون بدك تقليها وقتي ممكن، لكن انا عشان بدي احطها بالفريزر
فلما تطلع من الفريزر حيكون هذا الشيء دايب وطري كتير، فمش حيديني طعم لذيذ، فلا ما تعمليش هاي الحركة. لكن اذا كنت ناوية تاكليها وقتي، تقليها وقتي وتاكليها، حطي ايش ما بدك فيها مكسرات. لكن ما دام انا بدي احفظها بالفريزر، فلا الفريزر حيطريها مش حتطلع ظابطة. شايفين معايا اهو كاسة مية عشان لو احتاجنا هتبلي اصبعك شوية بس وتسكريها. شايفين معايا اهي سكرت. خلاص بعد كده بتشكليها بالشكل اللي بدك اياه، شكل الكبة كلها هيتنا عارفينه. شايفين معايا اهو، شايفين كبة ولا مش كبة؟ تمام ولا مش تمام؟ اهو ظبطت. شايفين معايا؟ طيب نعمل كمان واحدة اهو، نعملها كده بالطول شوية، وهدخل اصبعي وابدأ اعمل فتحة تجويف يعني جواها توسيعة. شايفين معايا؟ ممكن كمان من هنا اوسعها شوية اهو، احط في كفتة. حطيت الكفتة هبدأ اسكرها. ممكن ما تحتاجش معاكي مية، لكن لو حسيتي انها بدها شوية مية بتبلي اصابعك شوية وسكريها. خلاص كده سكرت. ببدأ لو لقيتي هنا في فتحة كده بس شوية سكرت، ببدأ اشكلها بالشكل الحلو، بس انها تديني شكل حلو وتمام التمام. شايفين معايا؟ شايفين؟ تمام تمام. انا هكمل كل الكمية بهاي الطريقة. هالوقت بدي انا اقليها على طول، هسيبها لمدة ربع ساعة بالفريزر، هحطها وبعدين هطلعها على القلي على طول عشان تتماسك معايا واضمن انه هي ما تتفتفت في القلي. انا لكن هلوت انا عاملاها وبدي اخزنها بالفريزر. انا هحطها بالفريزر بهذا الشكل، بالصحن هذا، قصدي الكلام بالصحن هذا او صحنك اللي بدك اياه بتحطيه بالفريزر، بتهيئي لها مكان فيه. واذا بدك حطي صحون صغيره صغيره، المهم انها تتجمد وما تحطي فوق بعض، لا غلط، بتبعديهم عن بعض وبتحطيها في الفريزر لحد ما تتجمد معاك وتصير مجمده 100%. بعد ما تتجمد معاك 100% بتطلعي باكيتات عندك نظيفه ومظبطه، وبتبدأ تحطي على قدر الكميه اللي انت بدك اياها، 5 وحدات 6 وحدات 8، بتصفيهم جنب بعض وبترجع بتبكتيهم بتلفيهم وبتحطيها بالفريزر. وقت ما بدك بتطلع الكمية اللي بدك اياها وبتقليها، وصحة وعافية. جربوها ومش هتندموا. وهلوقتي شوفوا معايا تخزينات اللي خزناهم سوا، تخزينات لشهر رمضان، كل عام وانتم بخير. خزنا مع بعض الملفوف، شايفين معايا، وخزنا ورق اللفت، وبعدين عملنا محشي ملفوف، وعملنا ورق عنب، وعملنا محشي ورق لفت. عملنا كبة خزناها بالفريزر، وعملنا افوكادو وسلطة بتنجان وسلطة فواكه معلبات، وعملنا مخلل جزر ومخلل ليمون ومخلل لفت ولبن بالفلفل كمان. اتمنى انه خزيني يكون اعجبكم ونال استحسانكم وتجربوه، وان شاء الله حتشكروه. وكل عام وانتم بخير، ورمضان كريم وسعيد علينا وعليكم ان شاء الله. عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة.